الغريب هو أن المتكلم يريد جواب، وإحنا أعطينا جواب، هو قال لك سمع شعرا. نعم. أنا أستغرب إن كانت الأذن تسمع شعرا، يعني جميل جدا، إذا سنتماشى مع أذن تسمع شعرا، ماشي مشكل. لماذا لم نتكلم عن الأردن؟ هل الأردن محتلة؟ هل الأردن قضية؟ هل الأردن مستضعفة؟ لماذا تستغبون ذكاء الناس؟ نحن نقول قمتم بأخذ العلم الفلسطيني لأن فلسطين قضية، وأردتم أن تجعلوا من قضية وهمية شبيه للقضية الفلسطينية. ما دخل الأردن؟ شهادة التخربيق هذا. الأردن دولة مستقلة يحكمها ملك. أفيقوا شوية من القلبة. الوضع القانوني للصحراء المغربية هو أنها في مغربها والمغرب في صحرائه، ولا نحتاج إلى قوانين تنظم لنا مناطقنا في المغرب. ومن يتجرأ على الصحراء المغربية فألف مرحبا وألف سهلة. خلاص انتهينا. موضوع الصحراء انتهى. موضوع الصحراء الغربية انتهى، الذي كنتم تحلمون به، فهي صحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. أما الوضع القانوني للصحراء الشرقية فهو ما سندرسه إن شاء الله بالوثائق وبالثوابت وبالتاريخ وبدهاليز الأمم المتحدة. كما أخذنا الصحراء المغربية سننتقل إلى الصحراء الشرقية إن شاء الله. هذا هو الجواب. شكرا الأخ ياسين. الكلمة للأخ كمال. نعم، نتكلم مع هذا السيد طارق هذا على الوضع القانوني ديال الصحراء المغربية، ورغم معرفتي بأنك لا تفهم في القانون الدولي شيئا، ما كتفهمش بزاف القانون الدولي. القانون الدولي كيقول بأن الصحراء مغربية منذ سنة 1974. قبل الحسن الثاني ما يخرج القرار ديال الاستفتاء كان الأمم المتحدة طلبوا باش يربط ما بين القبائل الصحراوية والعلاقة بين المملكة المغربية، ما هي الروابط التي تربطهم، فخرج في القرار الاستشاري بأن القبائل الصحراوية تربطها روابط البيعة وروابط السيادة للمملكة المغربية. لذلك هنا خرج الاستفتاء لمن؟ للصحراويين المغاربة اللي راهم ينعمون في رخاء وفي سلم في الأقاليم الجنوبية، ليس للبوليزاريو المرتزقة اللي عندكم في بلادكم. حاجة أخرى نزيد ندعم لك الروابط، نقول لك القانون نعلمك القانون كيفاش كيتعاملوا القانون. برأيك أي دولة هذه اللي أوروبية اللي غتخرج تقول لك الصحراء ماشي مغربية، وهي سنات مع المغرب اتفاقيات ديال الصيد البحري واتفاقيات الفلاحة في الصحراء المغربية وبالأقاليم ديال الداخلة؟ أليس التوقيع على الاتفاقيات القانونية هذا اعتراف قانوني؟ من هي الدولة؟ شكون هاد الدولة اللي غتخرج؟ نزيدك حاجة أخرى بالله عليك. 37 سفارة اللي كاينة في الصحراء المغربية وكيقولوا بأن الصحراء مغربية وكيتكلموا باسم الصحراء المغربية، هذا ماشي هو القانون؟ بالله عليك، نحن لا يهمنا رأي الاتحاد الإفريقي، لأن قضية الصحراء عليها البنود ديال حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، والقرار الأخير ديال الأمم المتحدة واللي كان حاسم القرار ديال 3246 والذي قالوا فيه بأن الحكم الأنسب في الأقاليم الجنوبية هو القرار ديال السيادة المغربية تحت السيادة كيفاش ديال القانون كيقول الحكم الذاتي تحت السيادة الملكية. لا يوجد حل أنسب من غير الحكم الذاتي تحت السيادة الملكية. قلت لك وغنرجع لك الاتحاد الافريقي اللي كتبقاو تعطيو تما الرشاوي على والو، راه ما عندكم باش ينفعكم. خرج الرئيس ديال الاتحاد الافريقي الاول، خرج منين دخل هذا نانكول ادوي بدا يفرش الاموال اللي عطيته لمرات رئيس جنوب افريقيا.
خرج مباشرة وكيقول لك لا وجود لدولة اسمها البوليزاريو، ولا نعترف بأي دولة اسمها البوليزاريو. وكاينه 37 سفاره. شكون اللي غيجي يخرج داك الدول اللي دايرين السفارات ديالهم؟ كتعرف القانون انت؟ اجي نقول لك بالله عليك، منين خرج القرار ديال الامم المتحده، القرار الاممي، وكيقول الحكم الذاتي تحت السياده الملكيه هو القرار الانسب، وكيقولوا ما كاينش البوليزاريو، ما يمكنش تكون دوله. ما هو وضع الجزائر التي تعادل القرار الاممي واللي كتقول باننا سندعم البوليزاريو حتى اخر نفس؟ الجزائر قادره تواجه القرار الاممي؟ هنيئا لموريتانيا وتستاهل. وانت والله نقول لك الحدود ديال الصحراء المغربيه في واصله ما تعرفها. وإلا جاوبتيني قلتي لي منين كتبدا الصحراء هذه اللي كتقولها غربيه وفين كتسالي، نقول لك معلم، وانت يا راك داير ديك العالم ديك الشرويطه ديال داك العجاج موراك، نقول لك عارف قيمتها وعارف شنو كتقول. يلا افتح الكاميرا وقول لي منين كتبدا الحدود ديال الصحراء المغربيه الغربيه وفين كتسالي. افتح الكاميرا الصوت وقول لي. تفضل سي كمال. سؤال مباشر، سؤال ما هناك تفاعل يمكن ان يكون حر. تفضل سي طارق، الا قدرتي تجاوبنا على السؤال ديال الاخ كمال بكل احترام وتقدير بطبيعه الحال. تفضل. يزيد فضلك خويا العزيز. مصباح هما يهضروا ما قالوا والو، الصحراء في مغربها والتيك توك في صحرائه. انا نشوفها غير في التيك توك انا هذه الكلمه تاع الصحراء في مغربها، ما قالوا والو. انا عطيت له الوضع القانوني، ما هو الوضع القانوني؟ جاوبني بالقانون. انت تقول لي الصحراء في مغربها، تخرط على تبيع لهم في الوهم، تبيع في الوهم للناس. بصح القضيه مازالها متواصله في الامم المتحده. انت يجيك الوزيره الالمانيه تجيك للمغرب امام بوريطه وتقول له راهي في الامم المتحده ونتفاهموا في الامم المتحده، بوريطه قدامها وما يهدر والو. هذه وحده. اما نتسائلوا. نعم طارق، اللي سمعتي اي سؤال، ما هي الحدود ديال الصحراء التي تسميها مطاح القويره. منين؟ مطاح. كمال هذه خريطه، هذه خريطه الصحراء الغربيه. فهمتني؟ انا جاوبتك. هذه انت لو كان نقول لك مناطق في الصحراء الغربيه اللي تقول تدعى وتقول انا بلادي، ما تعرفش المناطق في الصحراء الغربيه. انت تقول بلادك. شنو هي القبائل الصحراويه؟ احترم روحك يا خويا. ديالك انت يا شبيك. زاد احترم روحك. يكمل من حقه وعنده الوقت الكافي، لانه طرح عليه الاخ كمال. الان يبتسم كمال على ذكراه وعنده ملاحظات. تفضل اخي طارق، تفضل. قلت له انا الخريطه مطاح القويره، هذه هي خريطه الصحراء الغربيه. ولا نتسالوا نزيدوا نتسالوا. اطرح سؤال اللي طاح وين جات القويره. نقول لك الطاح وين حبست المسيره الخضراء اللي دارها الحسن الثاني ربي يرحمه. حبست تم المسيره، ما دخلتش العيون. هذه هي الطاح تم في الحدود. هذه هي الخريطه. نولي للاخ. انا جاوبتك. انا جاوبتك ما تقلقش. انا نعطيك المعطيات. انا نعطيك كمال اسمع. انا نعطيك غير المعطيات. يقول لي مول اللايف تكلم. هو لو يسير في اللايف. انا لا لحظه خويا الديري، لحظه بالله الوقت ديالك. لحظه بالله خويا طارق. ولكن بالمقابل هما ملي يكونوا يهضروا ما تقاطع حتى شي واحد. ما قاطعت حتى واحد. انا ملي طلعت ما قاطعتش كوبي. جيت كلمه كمال يا خويا. جيت كلمه كمال، كلمه واحده الكمال ونسكت. زعما كلمه واحده. اسمع كمال، اسمع. مشكل الحيطه تهم. كملت. ما طرحش السؤال مسكين، كيبغى يطرح عليك واحد السؤال. لا يتخايل سعفوها ويتخايل مسكين نورمال. علاش رمزي انا نتمنى يا مشكله على بالي. تحفه. ارجوك اخي الله يحفظك. هو كاين واحد السؤال طرحه كمال، هو تيشرحوا كمال. انا جاوبته. انا جاوبته. انا عيب بالله الاخوان وانا فيكم. تضيعوا لنا الوقت. اللي واخد الكلمه ما يقاطعوا حتى واحد. الله يرحم لكم الوالدين. ما يقاطعوش صاحبي، ما تقاطعوش. راه كاين الاخ كامل، كاين الاخ محمد وتحفه. انت الاخراني يا خويا اللي دخلتي، بالله نعطيك الفرصه ديالك. تفضل. ادب الحوار. انا ما قطعت حتى واحد. كوبيت المايك وسمعت ونجاوبك عادي. يزيد فضلك. انا نعاود نكرر السؤال. انا جاوبت الاخ كامل. نعاود السؤال. ما هو الوضع القانوني للصحراء الغربية؟ نتمنى تجاوبوني.
وضع القانوني للصحراء الغربية. شكرا خويا، شكرا. شكراً. جاوبوني، ما شكراً. تقعدوش تدخلوا في الشعر. تفضل. وانا نرى تسمى الشعر جاوبنا الوضع القانوني للصحراء المغربية. اسمعني حتى لا نختلف. الوضع القانوني في الصحراء المغربية، الصحراء مغربية يحكمها محمد السادس، ومن يؤمن بالأمم المتحدة فليتبع دهاليز الأمم المتحدة وينتظر أن يسترجع تلك الصحراء. سالينا، نحن لا نؤمن بالأمم المتحدة. أصبر. لا من يريد الأمم ويتكلمون عن الأمم المتحدة. اسمعني يتكلمون عن الأمم المتحدة وكأنها تحرر، أخي خليني أكمل، وكأنها تحرر الأراضي. اعطوني قضية وحدة عالمية تدخلت فيها الأمم المتحدة وفصلت فيها. يعطوني موقف الأمم المتحدة من القرم التي سيطرت عليها روسيا. المغرب يتخذ نفس المسار الذي تتخذه الدول العظمى. خلاص انتهينا. نعم، هذا هو الجواب، هذا هو الوضع القانوني. هذا هو الجواب بكل قوة من ابن المملكة المغربية. المملكة المغربية في صحرائها انتهينا. اللي يبغى الأمم المتحدة فليتبع الأمم المتحدة ويأتي ليأخذ الصحراء ويحررها. اوكي، لا نؤمن بأي قانونية أخرى. اوكي. الاخ ياسر تقول بانه الواقع المعاش هو انه الصحراء هي مغربيه، عندنا مؤسسات سياسيه صحراويين الذين كاين 98% من الصحراويين مغاربه. ندخل في قانونيه كمال للصحراء. هنا لا نقول له انا غير غنبين له، انا نقول له واحد المساله باش يعرف، انا نقول له واحد الحاجه باش يفهم. شوف، السؤال خصك تصححو انت. دابا حنا هذا هو المشكل عندنا كمغاربه. نصحح لك السؤال ونجاوبك عليه. خصك تقول لي ما هو الوضع السياسي ديال الصحراء المغربيه. نعم، السياسي وليس القانوني. الوضع القانوني كله كيقول بان الصحراء مغربيه، ولكن الوضع السياسي دابا عاوتاني غنطلق لك الميكرو غنقول لك شنو الفرق بين الوضع السياسي والوضع القانوني. كندخلوا في اطارياش هنايا. يلا افتح الميكرو. ما الفرق بين الاعتراف السياسي؟ نقول لك هذاك نقول لك الوضع. كي سقسيت الاخ رمزي قلت له الوضع القانوني وشنو هو، قال لي الصحراء في مغربها والمغربي في صحرائه. هكذا لا جاوبني قال لي هكذا. ثاني جايك ما تقلقش. درجه. لا ياسر قال لي الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. هذا هو الوضع القانوني. نعم. والوضع السياسي الصحراء في تيكتوكها والتيك توك في صحرائه. ماشي مشكل. نحن في أرض الواقع. كما لا تقول لي أي دهاليز قانونية. لا ما غنخرجوش، غنخرجوا غير من هنا غيخرج غير. شوف هذه والله ويسرد لك الرئيس، والله ما يفهم هادشي. واخا يسردوا لك التيك توك وتدخل لجوجل ما غتفهمش. دابا انا سولتك بما انك كتسول على الوضع القانوني، قل لي ما هو الوضع السياسي اللي كتعيشه الصحراء المغربيه. منين قلتي ما كاينش اعتراف قانوني، قل لي ما هو الوضع السياسي اللي كتعيش فيه الصحراء المغربيه، وقل لي ما الفرق بين الوضع السياسي والوضع القانوني، وكندخلوا في اطار. شوف هي كما يقولوا في الصحراء الغربيه كاين ادارات مغربيه هكذا، صح، انا نامنوا بها بواقع الامر، اي تحت الاحتلال نامنوا بها. حتى فرنسا في الوقت كانت فرنسا تقول الجزائر فرنسيه. خلي الدول ما تقلقش حنا راه الصحراء اسيدي الصحراء خاويه. اسمعني الوضع القانوني والوضع السياسي شنو هو؟ انا ما قاطعتكش. انت تقول صحراء مغربيه هكذا نمشي معاك في طريقك. اما كنقول الصحراء مغربيه ما الفرق بين القانوني والوضع السياسي؟ معليش انا جاوبتك كما جاوبني ياسر. جاوبتك انا جاوبتك كما القانوني ولا ما تقاطعنيش. دوك نقول لك ما تقاطعنيش. انت تقول الصحراء مغربيه وانا نعلمك شي شويه التاريخ. ما تعلمش انت اللي تعلمني، انت خاوي ما تعرف والو. خليني نكمل. خاك تقاطعني. رمزي انا نقطع الحوار. خليني نجاوب. انا نحول السؤال. ما هو الفرق بين ما هو سياسي وما هو قانوني في هذه القضيه؟ هو سهل عندك السؤال. انا قلت لك ان الاداره مغربيه في الصحراء الغربيه كما الاداره اسبانيه في سبته ليليا. هذا ما كان. اما قضيه نقولوا انت قلت لي الصحراء مغربيه ونمشي معك في طريقك، والله غير نمشي معك. معليش، كيفاش انت البوليزاريو مدير لك قوجه 20% قد الامارات قد كبيره المساحه بزاف ودينها لك وساكت عليها؟
اش من مساحه اللي مدير لي؟ اش من مساحه؟ 20% 20% مساحه كبيره. ما هذيك في مساحة الاحلام كبيرة. عندك، هذيك في قطر الاحلام. والامارات. البوليزاريو تعيش في مخيمات تندوف لاجئين لا في تندوف، اقل ولا اكثر. لاجئين. اما الجيش الصحراوي راهو في المناطق المحررة. المختطفين لو كانوا لاجئين اتحداكم ان تمنحوهم بطاقة لاجئ، واتحداكم ان تسمحوا لهم بالتنقل وحرية التنقل راه يعود مؤسس في الاتحاد الافريقي ياسر. المصير فتحوا الصحراء الغربية، فتحوا الصحراء الغربية راه يعود مؤسس في الاتحاد الافريقي. الصحراء الغربية تتواجد بين تونس والجزائر، هذه هي الصحراء الغربية. تمام. الان غنعطيو الاخ تحفه. علاش غنعطيو الاخ تحفه؟ لان الكبير ولد محمد وهو يدعي انه موريتاني. على الاسف تشرح القانون. اش من قانون؟ راه ما كاين حتى قانون يتشرح لنا كمال ولا اي وانت تطلع في النيفو يا كمال. هذا نقاش شعبوي. خافوا من القانون ياسر، خافوا ما ناخذ القانون. هذا تحكي الشعر والشعبويه. انا قلت لك القانون انت تقول له ما كان قانون له. يا الصحراء انا فيها ونجي نهضر معك على القانون. ياسر الله يحفظكم. شوف يعني باش النقاش يمشي مزيان، هو نقاش غادي ممتاز. تيبان بان الاخ الجزائري، وهذه ماشي انا غندخل لان انا اسير الان ما عنديش السؤال ديال كمال باقي ما تجاوبش، وهذا خطير جدا انك ما عارف بين الفرق. اعطينا دقيقه السياسي. الاخ تحفه اعطينا التدخل ديالك باش نطلعوا الاخ اللي هو من جبهه البوليزاريو كذلك باغي حتى هو يشارك. تفضل اخ تحفه. واخا لا يبقى معايا طارق، لان معليش نخلي مكاني رمزي كي تسحق المكان قول لي. لا طارق معاك دقيقه معايا. طارق عندي سؤال طارق افتح المايك. الله يجازيك بخير، عندي سؤال باش نقدر نمشي معك في النقاش. الله يجازيك بخير، افتح المايك. تفضل يا طارق. تفضل اطرح سؤال ماشي مشكل. وي انت بغيتي تهضر في القانون الدولي مزيان. شنو هو اسمى شيء في القانون الدولي وما يؤثر وماذا الاشياء التي تؤثر القانون الدولي؟ باش نمشي ما جاوبتونيش على سؤالي. لا انا بغيت نجاوبك على داك الشيء. جاوبني ما هو الوضع القانوني في الصحراء الغربيه ومن بعد سهل. بغيت نجاوبك على الوضع القانوني. انا طرحت لك السؤال ما هو اسمى شيء في القانون الدولي. واخا وباش نبني معك النقاش ما هو دابا على الوضع القانوني في الصحراء الغربيه ومن بعد طرح لي سؤال. بهذه الطريقه ما غتحترمش الاخ تحفه، خليه يكمل اصاحبي. راه هو اخ كمال عنده يعني كان هو بغى يدخل ودخلتي معاه، وهذا ما خليتي حتى واحد يهضر. تفضل يا تحفه. افتح المايك وافتح الكاميرا باش ما تمشيش لجوجل. شنو هو اسمى شيء في القانون الدولي وما الذي يؤثر القانون الدولي؟ سؤال بسيط. انت بغيتي تهضر في شي حاجه غليظه على القانون الدولي، مرحبا راكي تحت في واحد ديال القانون الدولي. يلا شكرا الاخ طارق. انت تاع القانون الدولي. انا معك ما هو الوضع القانوني للصحراء؟ الغربيه هيا صح. غادي نجاوبك انا على الوضع القانوني. ما هو اسمى شيء؟ جاوبني. لا والله الا حصل. شوف دابا باش تعرف ودي السي رمزي جايين حافظين وما فاهمينش. كتقول له اسمى شيء في القانون الدولي وما الذي يؤثر القانون الدولي ما قدرش يجاوب. جاوبني يا ياسر ليكم. جاوبني انت ياسر ما قدرش يجاوبني هو كمال. جاوبني انت. ما يمكنش نجاوب. ياسر ما قدرش هو كمال. جاوبني انت يا خويا. ما يمكنش نتكلم معك في القانون الدولي وانت تجهل يعني ابجديات القانون الدولي. واش انا عطيتك سؤال بسيط لك ماشي سؤال صعيب. هذا راه تعطيه لواحد في السنه اولى قانون دولي يجاوب عليه. ياك انت باغي تهضر في شي حاجه غليظه القانون الدولي. ما هو اسمى شيء في القانون الدولي وما الذي يؤثر القانون الدولي؟ عطيني باش نمشي معك في النقاش. سؤال لا طارق بلاتي طارق عندك السيلو، عندك ورقه سجل الاسئله باش ما نبقاوش عليها كل مره سؤال جواب، لان حتى الاخوان خصهم يدخلوا. شوف هذا لقاء لتسجيل مقاطع من المغاربه يقولون ان الوضع القانوني عن الصحراء احنا شوف هذوك الجوامع اللي بنيتو اللي قريتو فيهم احنا اللي بنيناهم. الوضع القانوني في الصحراء هو الوضع القانوني في طنجة، في الدار البيضاء، في أكادير، في وجدة، في العيون، في كلمهم، في أي مكان. لا أحد هنا من يشرح أي قانون دولي هنا فإنه يطبل
الماء في المهراز. زرقاء، القبعات الزرقاء واش يديروا في العيون؟ القبعات الزرقاء واش يديروا في العيون؟ حاضين كيما بحالك طنجة، علاش طنجة ما فيهاش؟ حاضين القبعات الزرقاء علاش ما كاينش في طنجة؟ حاضين بحالك القبعات باش ما الزرقاء علاش ما يدخلوش. كاينش في طنجة؟ طارق ارجوك، الكلمه عند الاخ ياسر. الا كنا غنمشيو بهذه الطريقه نديروها، كنا باقي ما فهمتش انا ياسر شنو باغي يقول. خليه يدير الكلمه ديالو. تفضل يا ياسر. انا كلمتي اقول انتهينا من الصحراء المغربيه، انتهت الصحراء في مغربها وبمستشفياتها وبمؤسساتها وتحت حكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وسدد خطاه وشافاه وعافاه وأدامه على الأمة قائدا وملكا مغوارا رغم تعلم الحراطين، وسنسترجع حتى الحراطين إن شاء الله الذين استولت عليهم بعض الدول المجاورة بعد أن توصلنا إلى الصكوك وإلى أصولهم، فسيرجعون مدحورين إن شاء الله وبحوله وبرعايته. فتعلم في صمت وتأخذ الكلمة واخرط يا خارط كالمعتاد. لكم الكلمة، تفضلوا. شكرا الاخ ياسر، شكرا اخ ياسر. باش نناقشوا النقاش يمشي بتسلسل، الاخ محمد التونسي غيتفضل، موراه الاخ كمال، وموراه الاخ ولد كبير، وهذا الطريق. اذا اللي عنده شي حاجه يسجل. اذا الاخ محمد التونسي ما رايك؟ اذا الكبير خصو يعطينا الصفه باش هو حاضر معنا هنا. رمزي الصفه عارف باش هو كاين معنا هنا، لان النقاش مغربي جدي تونسي باي صفه، هل هو بصفه موريتاني، بصفه جزائري، ام بصفه بوليزاريو؟ باي صفه؟ النقاش مغربي جزائري، باي صفه هو معنا؟ صحيح. تفضل الاخ محمد التونسي، تفضل اخويا، ما رايك فيما قاله الاخ طارق؟ انا باش نعقب. لا يا صاحبي خلونا نتكلموا، عطونا سكر الميكرو يهديك. اخويا تونس ايه رايك كلمتي يا اخويا؟ فهمتني. انا ما بقى لي كان نعقب على كلام الاخ ياسر وكلام الاخ كمال على قمه المعلومات اللي عطوها. خليني نتكلم يا اخويا، خليني نتكلم. هذيك رب الاخ كبير، تاخذ قسمه الحق ديالك في الكلام وبلاتي. تفضل اخي محمد التونسي، عاود. باهي، انا لاحظت في الكومنتارات اللي كتبوا لي قالوا له شنو صفه التونسي لهنا، صفه التونسي حتى هو يطالب بالاراضي نتاعو، الاراضي الغربيه التونسيه اللي على حدود الجزائر اللي تم اقتطاعها من تونس. هذه نقطه. لكن خلونا في القضيه الاولى اللي قاعدين نناقشوا فيها. بالنسبه للقضيه الاولى انا استحي انا اتكلم بعد الموسوعه نتاع المعلومات وبالادله اللي قدمها ياسر واللي قدمها الاخ كمال. انا ما بقى لي كان نقول انا بجانبي حائط فهم الموضوع الكل، هو يسمع فينا، فهمتني. غمزني عمل لي قال لي راني فهمت الموضوع الكل، الا بعض الناس ما فهمتش، الله اعلم. شكرا الاخ تونسي. هو الذي اتفاجأ في هذا البرنامج الذي سميته برنامج بالمعكوس، وهو برنامج ليس تيك توكي، هو برنامج اعلامي صحفي، هو ان الجزائريين لم يناقشوا التونسي عندما كانت لنا حلقتين متتاليتين يطالب فيها بالاراضي التونسيه الغربيه، وحضروا عندما ناقشنا البوليزاريو. الاخ كمال، ما رايك في هذا الامر بالضبط؟ ما حضروش على الدفاع عن الوطنيه. الغايب في حكم الله، الغايب في حكم الله اخويا. هذا طارق، انت نعطيك كلمه. تفضل اخي طارق كمال. شنو قلتي على البوليزاريو مالو؟ هو درنا حلقتين اخويا كمال، الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبل، وكان الموضوع هو الاراضي التونسيه المغتصبه من النظام الجزائري. لم يحضر اي جزائري للدفاع، ولكن اليوم عندما نناقش بوليزاريو تحضروا الجزائريين. ما شنو هذا الشيء؟ ما فهمتش. انا اول حاجه بالنسبه لي البوليزاريو ما كنناقشهمش، من لا دوله له لا نقاش معه. واش نناقش انا مع المجهول؟ ما يمكنش نحمق راسي. ثاني حاجه انا غنعلم هذا الجزائري والجزائريين الفرق بين الاعتراف القانوني والاعتراف السياسي، وغنشرحها لكم وغنعطيوكم مثال، وغتشوف الاوضاع اللي كتعيشها المنطقه ديالكم، ونتمنى منك تاخذ الافاده وتسكت حيت انت ما عارفش. اول حاجه الاعتراف القانوني، لما قال الملك محمد السادس نصره الله ان المنظور الذي سير به المغرب اصدقائه عن منظور الصحراء، جمعنا عده اعترافات قانونيه.
جمعنا عدة اتفاقيات في الصحراء المغربية قانونية، شبعنا قانون. بالتالي لماذا سرقت جبهة البوليزاريو العلم الفلسطيني؟ هذا هو القاعدة وهذا هو الموضوع. تفضل الأستاذ عبد الكبير، تفضل. مرحبا. اولا السلام عليكم ورحمه الله. وانا كان عندي معاك ميعاد اليوم لايف انا وانت، وهربت انت رمزي، هربت عن اللايف. كان بيني معاك لقاء مباشر انا وانت، وقلت لك وعندي البرهان على كل كلام، ولكن لا تقاطعني. وقلت لك عندي موعد مع الاخوان التوانسه وهذا. المهم على العموم جاوب ولا تقاطعني ولا تقاطعني. الناس مشكل المغاربه لا يخافون من المناظره، هذه خذها من عندي. تفضل. ولا تقاطعني. قلت انت اول حدث اليوم، قلت اليوم الجمعه، قلت لك اوكي ما فيها اي مشكله. ولكن نجيك مباشره، انا موريتاني ابا واما. اوكي، موريتاني ابا واما، ولي كل الشرف ينتمي للبوليزاريو او للجزائر، لشرف. واضح؟ نعم كلامي واضح؟ بارك الله فيك. ولكن نرجوك منك انت يود فيه نقاش بالاحترام. الاحترام، كاين الاحترام. ابراهيم رخيص ليس محترما. انا نقدر نقول عن ملكك انت رخيص، ملكك رخيص، وليت انا نقول نفس الكلام. الرخيص هو انت، الرخيص هو انت، الرخيص هو انت. احترم نفسك الا بغيتي تتكلم. ادخل في الموضوع. خلي عليك الملك في الثقات. ادخل في الموضوع. يحترموا يحترم. شرح ما كنحترمكش انا لا احترمه. شرح لنا اسمه انا لا احترمه. قلنا ادخل في الموضوع. ادخل في الموضوع. شرح لنا غابن بطوش. هل ابراهيم رخيص رئيس ديالك انت موريتاني، تكلم كموريتاني. ما غنسكتش، لا والله ما غنسكت، بالله ما غنسكتش. اسكت. ما تتكلمش باسم من غير موريتانيا. العقد واسكت. انا اتكلم مع هذا المرجو كل واحد ينطلق من الدولة التي ينتمي اليها، والا ننسحب من هنا. واسكت خلينا نتكلم. انت ضائع. الموريتاني نتكلم مع رمزي. لحظة يا الموريتاني اسمع الموريتاني. لم يوصل اي احد الى موريتانيا. اسمع واسكت والى رئيس موريتانيا. دابا اجي نقول لك، اسكت. دابا هذا رئيس انت مسترسل هنا. يا بيساو كطردوا لم يوصل الى رئيس موريتانيا. اسمع لا زين نبدأ من الحوار. نعم يلا تفضل. انا حضرت كلمة كموريتاني. الكبير ادخل في حساسات. ادخل في الموضوع صاحبي. كاين سؤال مباشر. لا بعدا يجاوبني. بعدا قول لي رئيس الموضوع. وثاني حاجه كيف لرئيس باش يغير مباشره غينيا كطردوا صاحبي تقول له خرج برا. يا رمزي علاش ما استقبلاتوش غينيا؟ علاش تبقوا عليه؟ اسمعني انا ما نخليك تسب اي انسان. قول لي دابا هذا رئيس دوله وسابقين عليه بزعما لايحين بشطاطو بجلابته وبخبرته. مستوى الجهل والسبان. ماشي انا راه هو اللي لاحوا اصاحبي، راه لاحوا اصاحبي. خلينا نجاوب. هذا رئيس كيتلاح في الزنقه وبدافعينه الفيادر خرج برا. زي خويا عطوا الكلمه خليه يجاوب باش نباسيو الحاجه وحده. خلينا نناقشوا. تفضل. وخلونا نناقشوا باش نكون في الموضوع مباشره. جبتوا موريتان وجبتوا الحدود الموريتانيه المغربيه وجبتوا الرئيس الموريتاني محمد القزواني وكل الكلام ما انزل الله به من سلطان. اولا لا توجد حدود بين المملكه المغربيه وموريتانيا. اسكت انتم مش من الجهال. لا توجد ولا حدود بين موريتانيا والمملكه المغربيه، لا توجد. ونتحداك يا رمزي، نتحداك في هذا اللايف تعطيني اي حدود توجد بين موريتانيا والمملكه المغربيه. اقسم بالله ثلاثه تعطيني اي حدود بين موريتانيا والمملكه المغربيه نعترف لك الان عن الصحراء المغربيه. نعم سويت. اوكي قطع. نحن لا ننتظر الاعتراف ديالك. انت شكون؟ انت من الذي تعترف به؟ انت من؟
انت من؟ انت من؟ انا اعترف لك بمغربيه الصحراء. انت من يا هذا تشويش، الحطاني؟ هذا رمزي خويا، والله غير تشويش خويا رمزي. خلينا نتكلموا، خلينا النقاش. اولا الشيء اوضح لك الاستاذ الكبير، انا اعترف لك بمغربيه الصحراء. دابا هذا شوف، دابا هذا كيقول لك بان موريتانيا ليست مستقله. دابا موريتانيا ليست مستقله. هذا احترام هذا. لا دابا غير اعترف لك دوله ما عندهاش اعترافك انت. تقول لي دوله مستقله. غير فهمني رمزي غير فهمني غير بعقلك بالله عليك. دوله ليس لها حدود مفصله فلسطيني في بلاصتي يا رمزي، فلسطيني بالله. ويقول لك اصبر رمزي عطاك سؤال نزلته. ليس لها حدود معترف بها من طرف الاداره الدوليه، ويجي يقول لك انا دوله مستقله. دابا هذاك يقول لك موريتانيا ما عندهاش حدود وموريتانيا مستقله. كيفاش مستقله الله اعلم. باش نعطيو المساحه كمال. الاخ طارق راه قال الاخ ياسر يا جاهل، يبرد ينزل يرتاح مع راسو ونطلعوه. انا هنايا ما قالوكش واحد جاهل اخويا طارق، من هما الاخوان قالوا لك شي جاهل تهدأ معك بهدوء. هو اول كلام قال لي يا جاهل، فنزلته يبرد. ما خلوه ما قالوا فيه، هو قال عليه الحرطاني ما خلوه ما قالوا فيه. طارق هو اصلا لا علاقه له بهذا النقاش. هذا نقاش جزائري مغربي. يا شنو دخلوا هو؟ خليك على جنب. انت جزائري، انت جزائري، خليك على جنب، خليك بحالك، تحكيش باسم الموريتاني. ماشي مستوى هذا تاع اللايف تاعك. اولا الموضوع هو القانوني والوضع السياسي اللي كتعيشوا به القبائل في الجزائر. طارق الا طلعتي انت الناس يناقشوك، الا طلعتي انت تيناقشوا. ملي قلنا له عطينا الصفه ديالك قال لك موريتاني، فهو بعيد عن النقاش حقيقه. هو بعيد عنه. لماذا ارسلت المصري للنقاش؟ لماذا ارسلت المصري للنقاش بدلا عنكم؟ ثم ارسلت الموريتاني. هل ليس لديكم من يناقش؟ هل ليس لديكم من يحاول؟ الفلسطينيين ما عندهم ما دخلهم في القضيه هذه. هذا موريتاني ويقول لك موريتانيا ما عندهاش حدود. موريتاني طرف مناقض في الصحراء الغربيه. واسمع الموضوع شنو هو؟ لماذا تونسي ما عندهم ما دخلوا، فلسطيني ما عندهم ما دخلوا. طارق غتسد الميكرو. والموضوع الا فهمتي الموضوع غتعرف علاش الحضور الفلسطيني، غتعرفوا لماذا سرقه العلم الفلسطيني من طرف عصابه البوليساريو. فحضور فلسطيني للدفاع عن ثوابته يا صاحبي، راه عنده الرايه ديالو تسرقت. صح سيده ودخلي في القبائل كامل. سقساني على القبائل، انا تاني كنت ندخل له في الريف وكانت عندها جمهوريه في 1921 فيهاش مشكل. 1926 واحد المرحله شنو ما رحتوا في الموضوع مشيتوا. ما كانش المشكل نناقشوا القبائل نناقشوا الريف، ما عندناش المشكل. انما الموريتاني ما عنده دخل في هذا الموضوع. دقيقه نقول كلمه برك. ننزل خويا رمزي نقول كلمه برك. يا عم نقول كلمه وننزل باش نطرح عليه موضوع اخر. لا تقوليش اسكت، على بالك ندرز عليك. ما تقوليش اسكت، ماشي انت اللي تقول لي اسكت. سكتوا الاخوان. بدك تسكت غصبا عنك، بدك تسكت. مين انت لا تحكي باسم الموريتاني؟ مين انت لا تحكي باسم الموريتاني؟ مين انت؟ ما تقوليش اسكت، انت جزائري تحكي باسم الجزائر، تحكيش باسم الموريتاني. يا اسمع، قال لك الاحمر تساوى شكون باباك؟ قال لهم انا خالي العود. ليك شوف انت انكرت اصلك، انت تنكرت اصلك. ما بيكون من الرجوله. قال له انا بابا العود. طارق وكادر والفلسطيني القطع. السلام عليكم يا رمزي. السلام بسم عليكم. الله. السلام عليكم. شنو هذا هروب تكتيكي ولا ما فهمتش انا؟ جاب لي ربي هروب تكتيكي والله لا ما كاينش هروب تكتيكي. احنا حصل لنا الشرف ان نناقشوا عنصر جديد. بلاتي يا كمال بلاتي. غير هذا مسكين حصل لنا كمال شفت هذا جانا بالس. كمال حصل لنا الشرف نناقشوا عنصر جديد اللي هو طارق. ما عمرنا نتناقشوا معاه، نعرفوا العقليه ديالو كيفاش. اما باش نناقش واحد الانسان الهم ديالو هو بغائي، فاقول لكم السلام عليكم ورحمه الله. انا خارج سنه 7 وندرز وكابابل على روحي. طارق ودابا طارق شوف الاخ ياسر
والاخ كمال. لا ما غنناقش قضيه، غتنزلوا لان باغيين وجوه جديده. قال لي اول مره، سامحني، قال لي اول مره نناقش طارق. الا كنتي رمزي الا كنتي فاتح المنبر اللي سب الملك حنا كنسحبوا. كيفاش ما سمعتش؟ الا كنتي فاتح اللقاء اللي ضرب فيه الملك، سمعتيني، فطلعتي واحد الانسان مريض بمحمد السادس، فممكن تنزلوا تنساليوا اللقاء وديك الساعه لكم واسع النظر. هذا السيد مريض محمد السادس، الا خفت رمزي فما تنزلش المرضى حتى ماشي خاف ظروف تكتيكي كدار. ما خافش طريق في الكفايه، نزل بحالك بلاتي. كادر الا كنتي سبيتي الملك، اش كيلا كنتي سبيتي وسعت 3 سوايع ديال السبان، انت كتقول له الا كنتي سبيتي واه راه الناس خليه يعترف اصاحبي. مالك اش يهبط يخلينا كنناقشوا الموضوع. غتعتذر اخاي كامل، تطلب من الاخوان يعتذروا. كلمه جاوبك رمزي. واش غتعتذر كما انت تطلب بانك ملي تطلع مع الاخوان هذا يعتذروا؟ تفضل. انا نتحداك جيب لي فيديو انني سبيت الملك. هذا احمق، راه قلت لك احمق، راه قلت لك ما عندوش العقل. انا اش قلت لك؟ السيد راه ما بيجمعش، ما كيجمعش. تكذب، انا ما سبش الملك. وراه كلهم كيتحداو، هنا تقول جريندايزر هذا هنايا. تكذب، اللي طلع يقول لك نتحداك. انا لا اذا الله يفضل. ولا راك رايح تعشى ياسر، ولا حاب تروح تعشى نورمال، روح معليش. سير اخويا تعشى. ما تجيبش سباب الملك، ما تجيبش سباب الملك ياسر، روح تتعشى. لا ما كاينش نتعشى، انا صايب، انا عارف ياسر. لا في الطريق، انا عارف ياسر. بيعاونك خويا، سلامه ياسر. انا الجو اللي كنناقش، انا الجو اللي كنناقش معاك فيه المخير فيكم ما يقدرش يسوق فيه. بلاتي بيعاونك خويا، ربي يعاونك. طريق سلامه خويا ياسر، طريق سلامه خويا، طريق سلامه. انا كنطحن في الثلج وانا معاكم. بلاتي ياسر بلاتي. باش طريق باش تكون هذه في راسك، راه حنا حضرنا في لقاءات وندوات المناظرات ولا نسميوها كما بغاو اللي حضر معك هذا، وبالتالي ما ندخلوش هذه الاستفزازات. انت عارف المستوى ديال ياسر، عارف المستوى ديال كمال، وبالتالي لا دخلنا في هذه الاستفزازات ما غنكملوش هذا اللايف هذا وغينزل كلشي باش تكونوا واضحين. اللي غيلتزم بعدم المس بالمملكه وبتواجبتها، ونحن كذلك نلتزم بنفس الشيء. هذا غنضمنوا اخويا ياسر. انا كمسير اللايف سالينا الموضوع هذا ممكن. اذا السؤال الاخ ياسر، الى جينا وتنهضروا الان انتقلنا من الرايه التي سرقت من طرف جبهه البوليزاريو الفلسطينيه، اذا هنايا واحد المشكل كبير جدا. انتقلنا الى انه طلعت على الملك غير غلط، انا طلعت على هذا الموضوع. فوالا. الاخ كمال قال واحد الفكره مهمه. الاخ ياسر ممكن انك انت تفسرها لي. اذا كان هل هناك يعني قال طرح سؤال الطريق ولكن ما جاوبوش، الاعتراف القانوني والاعتراف السياسي، زيد وضح لنا فيها اخويا ياسر. الله يحفظك، انا عارف انك انت ضابط الامور. انا لا اعترف لا باي اعتراف قانوني ولا سياسي، انا من عامه الشعب ومستواي جد هابط. انا ما اعرفه هو ان المملكه المغربيه تسيطر على اراضيها وعلى حدودها، ومن يتجاوز على ارض المملكه بشبر فالمملكه التجأت الى وسيله سميت ندير معك واحد المساله. خليني غير نكملها كمال. خليني ياسر غير اسمع. ياسر قطع الصوت، ما يشرفكش تناقش مع هادو. خلينا انا غنلاقي لهم الريوس وتفرج. بلاتي ممكن غير نقول واحد الحاجه طلعت باش نقول واحد الحاجه. عافاك رمزي. جريندايزر لا عافاكم رمزي والله خويا غنطلع الصوت ديال. شوف انا اللايف ديالك تلميذ، انت راه ما كتفكرنيش في داك فاتحه تعرفي البرنامج. فاتحه لا فهمت البرنامج فهمته، ولكن تيقنع. نقول لك واحد الكلمه، الله يرحم لك الوالدين، غير سمع منه غادي ننزل والله ما غاديش غير حيت زعما انا كنشوف هذا السيد هذا قادر، هذاك الكبير اللي طلعتي هذا الاخ طارق ما عمري ما شفتو في النقاش ديالو، ما هو حر. ولكن السؤال اللي باقي كنطرحه منذ سنتين، كنشوف هاد الناس، هذاك الكبير بقى ليه غير الغار ديال الفيران، ما دخلش ليه يهضر على المغرب، على الملك وعلى الصحراء. هاد قادر اذا لا ميم شوز. انا بغيت نعرف واش الموضوع المشكل ديال العالم ديال هاد الناس هادو هو الصحراء وسوقهم، علاش باقي كنناقشوا معاهم هذا الموضوع؟ الاخت فاتحه الموضوع جبدناه حنايا وتنهضروا على سرقه على سرقه العالم المغربي، ولكن اعطيني شي واحد. ما انا دخلت تقريبا شي نص ساعه وانا كنتفرج، شي واحد هضر على العالم المغربي،
علاش العالم الفلسطيني العالم الفلسطيني اللي تسرق من طرف البوليزاريو، هذه عرفتها اللي واحد السالك قال لهم انا اللي درته، واحد قال لهم انا اللي درته.